إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم برضو فكرة جديدة، فكرة أنواع الفلفل. وأنواع الفلفل طبعا كتيرة، وحصريا أنا عندي دول، لكن هو الفلفل فيه أشكال تانية كمان مش موجودة عندي. فأنا جبت لكم بعض أنواع موجودة عندي، جبت لكم 5 أنواع عشان تبقوا عارفين الفلفل ده بتاع إيه. يعني هنا مثلا عندنا الفلفل الألوان، ده مليان فيتامينات، ده بيتعمل بيه كذا حاجة. ده للسلطات، ده ممكن يتاكل ني، ده ممكن يتحط مع المحاشي، بيدي شكل حلو قوي في المحشي. بيبقى طعمه جميل، وغير كده ان الجلد بتاعه كله فيتامينات، فدوت بيبقى جميل جدا. وبيتحط في المطبوخات، يعني مثلا اي حاجة انت عاملاها شاورما ولا اي حاجة بترميه فيها بيديها طعم والوان جميلة. ده فلفل الالوان، ده اسمه فلفل ارناؤوتي. لما بينشفوه هوريكم لما بينشف بيبقى شكله ازاي. ثواني كده. الفلفل ده اسمه فلفل احمر، بنعمله هريسة. في منه حار وفي منه بارد، وبيتعمل منه بابريكا، وبيتعمل منه فلفل اللي هو السوداني. لما بيتنشف بيبقى زي ده، ده اسمه فلفل سوداني. لما بيتنشف، يعني هو ده في الاساس زي ده، لما بيتنشف بيبقى كده، بس في منه حار وفي منه حلو. وبيتعمل منه البابريكا، بيتعمل منه البابريكا نوعين، سواء باردة أو حارة. وبيتعمل منه هريسة، بيتعمل منه مع الصلصة، بيتحط منه شوية بيتضربوا مع الطماطم، بيتعمل منه صلصة، بيتعمل منه حاجات كتير قوي. الفلفل ده كنز لأي ست في البيت، بس اللي تستخدمه صح. ده اسمه فلفل أرناؤوتي. ندخل هنا على الفلفل التاني، ده فلفل المحشي، ده فلفل رومي. في ناس بتقول عليه فلفل محشي برضو، متبقاش عارفة اسمه. ده فلفل رومي، اللي ضخامته اسمه فلفل رومي. ده برضو للمحاشي بيبقى جميل قوي. وممكن الناس اللي ما بتاكلش الفلفل الحار وبتخاف منه بيقطعوه على السلطة، بيقطعوه على حاجات، بيبقى بارد شوية عن الفلفل الحامي. طيب ندخل بقى على على الفلفل ده. ده نوعين من الفلفل مش نوع واحد، ده فلاحي وده بلدي. ايه الفرق بينهم؟ هو الفرق باين في الشكل وفي الصلابة بتاعته، ده ضعيف وتلاقيه بارد، ده بيتسقي الأرض بتاعته، فتلاقي القرن بتاع الفلفل بتاعه بيبقى بارد، لكن ده ما بتسقيش. فبص القرن بيبقى ناشف وحراق، يعني لما تيجي تقطميه سمع الصوت حامي، بيبقى نار. فده تقلقي منه، ده يعني ما تشتغلي منه، تشتغلي منه بحساب. او الناس اللي بتحب الحاجة الحارة تشتغل منه. لكن انت بتحبي حاجات يعني شبه سبايسي، يعني حتة منه تكفي. يا اما تشتغلي باللي هو الايه الفلاحي ده. بتبقى مسقية منه الارض. بص الريحة طلعت على نفسي. ده بيبقى بارد، دي بتبقى الارض بتاعته مسقية، فبيبقى الفلفل بارد، تاكلي منه براحتك. بيتقلي، بيتحط في قلب ممكن تحطي منه قرنين على على المحشي من فوق لو ما عندكيش اللي هو الرومي. يعني ساعات الرومي ده ما بلاقيهوش، باخد قرن من ده او من دوت واشتغل بيه. في منه بقى فلفل برضه فلاحي، بس بيبقى عامل زي القرطاس كده كبير. طبعا كلكم عارفين بيبقى كبير قوي كده وزي القرطاس. احنا مسمينه كونو، لان شبه القرطاس بتاع الكونو كريم. فدي انواع من انواع الفلفل. في انواع تانية بس مش موجودة عندي دلوقتي، فرب اكون قدرت اوريلكم اشكال او انواع بناتي ما هياش عارفاها. ان عجبكم الفيديو متنسوناش باللايك والسبسكرايب والتعليقات الجميلة لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.